طفولتنا كنا نحسبها بريئة، كنا لما نشوف الكرتون نضحك، نتحمس، نزعل شوي، ولكن مع ذلك نرجع نكمل ونتفرج. لكن اليوم راح أقول لكم عن جانب عمركم ما فكرتوا. اليوم راح نتكلم عن نظريات من عالم سبيس تون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شلونكم؟ إن شاء الله كلكم طيبين. معك فريد الشهراني من قناة فريد اكسي اكس. جماعة اقسم بالله اني مشتاق لكم بشكل مو طبيعي، خصوصا انتم حقون اليوتيوب. بقول لكم شغله، ليش انا اختفيت فترة مرة طويلة؟ من جد هالمرة راح تعذروني لانكم راح تتحمسون معي. اولا انا نقلت الرياض، صار لي فترة طويلة جدا قاعد ادور على شقة، ولقيت شقة واخذتها وقاعد اثثها واخلصها واسوي غرفة جيمنج جديدة. طبعا هذه الغرفة لسه بتكون موجودة هنا في الخبر، لكن بيكون عندي غرفة جيمنج جديدة وان شاء الله بتكون احلى من هذه، بتكون في الرياض. قربت اخلص كل شيء وراح ينزل لكم فلوج الشقة الجديدة اللي شريت شقة جديدة. ايوه هذا الفلوج ان شاء الله راح ينزل قريب. ثاني شيء سويت سلسلة جديدة راح تكون اسمها نظرية لعبة، بتكون نظريات عن الالعاب، وراح انزل اول حلقة منها في القناة هذه، ولكن بعدها راح تنزل في قناة الجيمنج. إذا أنت مو مشترك في قناة الجيمنج اشترك، لأن سلسلة نظرية لعبة راح تنزل في قناة الجيمنج إن شاء الله. الشغلة الثالثة، أنا ما اختفيت والنظريات ما وقفت، لأني للحين قاعد أنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعد أنزل نظريات مرة كثيرة، نظريات كرتون، نظريات حتى لسه ما تكلمت عنها في اليوتيوب. إذا تابعتوني في هذه الحسابات راح تشوفون النظريات هذه، تشوفون إني سافرت، سويت أشياء مرة رهيبة، وما أبغى أحرق عليكم. تابعوني على الحسابات، شوفوا المحتوى الرهيب اللي نزلته هناك. ما أبغى أتكلم كثير، خلونا نبدأ. أبغى أوزع على 5 أشخاص، كل واحد فيكم $100 بطاقة ستور، بس بشرط وريني إنك تلعب صح. اللعبة اسمها ماتش ماسترز. Let's go. اوكي انا خلصت الحين الحركات حقتي، نشوف اللي ضدي ايش راح اسوي. يلا تقدموا علي لعيبه. زي ما شفتوا معاي هذه ما هي لعبه عاديه، هذه لعبه عباره عن تحدي مخ ضد مخ. راح تلعب ضد ناس حقيقيين، وكل حركه تنحسب لك، وكل نقله ممكن انها تقلب الطاوله، واذا حسبتها صح راح تفوز وراح تجلد خصمك بعد. الحلو بالموضوع هو انك لو حملت رابط اللعبة من الرابط اللي تحت راح تفوز بجوائز داخل اللعبة. طبعا هذه راح تعطيك دفعة مرة قوية انك تجيب سكور اعلى وتفوز $100. عاد تقولوا فريد ما ضبطني. الحين اسمعوني زين، ابيكم تلعبون وتجلدون اللي ضدكم وتوروني اعلى سكور جبتوه. لما تفوزون صوروا الشاشة وارسلوا لي اياها على حسابي في الانستغرام، او نزلوها على ستوري في حسابكم وسووا لي منشن. وبعدها راح تدخلون السحب اللي بيفوزون فيه 5 اشخاص، كل واحد فيهم بيفوز $100. يعني مو كلام وبس، لا، اثبتوا لي انكم قدها. نزلوا لعبة ماتش ماسترز من الرابط اللي تحت في الديسكربشن ووروني اذا انتم قدها ولا لا. ترى يمكن انت تطلع واحد من الفايزين، او يمكن انك تدخل وتكون كيس تدريب وتنجلد من الثاني. حملوا اللعبة وفالكم الفوز. خلونا نبدأ في المقطع. اليوم راح نتكلم عن نظريات من عالم سبيس تون. قناة شباب المستقبل. نظريات من جد راح تصدمكم، كل واحدة أعمق من الثانية. خليكم معي. الكرتون الأول هو عدنان ولينا. واللي يتكلم عن عالم مدمر بعد حرب نووية. ولد اسمه عدنان يحاول ينقذ بنت اسمها لينا من منظمة شريرة تحاول انها تخطفها عشان تستعمل قواها وتسيطر على العالم. لكن في نظرية لو نتكلم عنها ونفكر فيها ممكن انها تكون منطقية الى حد ما. النظرية تقول ان العالم حق عدنان ولينا عالق داخل حلقة زمنية. الحلقة الزمنية هذه تبدأ وتنتهي في نفس النقطة ونفس المكان، بسبب تجربة طاقة نووية خارجة عن السيطرة سببت خلل في الزمن. تبدأ القصة في سنة 2008 لما يجي انفجار نووي يدمر الأرض. نجونا من الموت بأعجوبة. البداية تعتبر كئيبة صح؟ أين الناس؟ الناس؟ بس اللي أغرب الأحداث اللي بعدها. الناس عايشة وكأن الانفجار صار أمس، وفوق كذا كل شيء متوقف. في تقنية بدائية، في مجاعات، ولكن في نفس الوقت في آثار لحضارات متقدمة ومتطورة. مباني متطورة هنا، آلات متقدمة هناك، كأن العالم واقف ما بين الاثنين. يعني صاير لا هو قديم ولا هو جديد،
الكل كذا موجود مع بعض؟ ليش ما في تقدم تقني واضح بعد مرور سنوات؟ ليش الناس عايشة وكأنهم لسه توهم طالعين من الحرب مع إنه الحرب صار لها وقت مرة طويل؟ والجواب هو بكل بساطة إن الزمن ما قاعد يتحرك للأمان، بل الزمن قاعد يعيد نفسه. خلونا نجي لمعنى اسم عدنان. اسم عدنان يعني عودة دائمة، وكلمة عدنان مأخوذة في اللغة من جذر كلمة عدن، أو بمعنى ثاني الخلود. والنظرية تقول هو أن عدنان هو النقطة الثابتة داخل الحلقة الزمنية هذه. كل مرة الزمن يعيد نفسه، عدنان هو يكون نقطة الوعي ويبدأ يعيش المغامرة من جديد. ولو رحنا شفنا الحلقة الأخيرة وإيش اللي يصير فيها، عدنان ينقذ العالم. تم القضاء على جمانة، لن يهدد أحد أرض الأمل. أين عدنان يا عطفي؟ لقد سقطنا قبله. الجزيرة تبدأ تستقر. انظري هناك بيتنا، انظري. والناس تبدأ حياة جديدة، لكننا نسمع نفس الكلمات اللي سمعناها في بداية المسلسل. هكذا بدأ عدنان مغامرته، وكأن الكاتب يوديك لفكرة أن النهاية ما هي نهاية أصلا. ولو نيجي لنامق، حتى نامق تصرفاتها متكرر. نامق رغم كل الهزائم اللي صارت له يرجع نفس الشخص ونفس الطموح ونفس الخطط الفاشلة بدون أي تطور شخصي حقيقي. أعطني الخيط. كأن شخصيتها عالقة في سكريبت برمجي تعيد نفسها كل شوي بدون ما يكون عنده وعي وبدون ما يدري إيش السالفة. ولو نشوف آثار الحضارات المنسية القديمة اللي هي جزيرة الأمل والقلاع والآلات الضخمة اللي بدون شرح واضح، من وين جات؟ ليش ما حد يقدر يصلحها أو يفسر وجودها؟ وليش لينا هي الوحيدة اللي تقدر تحس بالأشياء قبل ما تصير؟ جواب هذا عزيزي المشاهد هو أنه كل هذا ناتج عن دورات زمنية قديمة صارت أكثر من مرة، تكررت وانمحت جزئيا، ولكنها تركت بقايا من الماضي بدون ما أحد يفهمها. ولينا هي نقطة الوعي الوحيدة. خلوني أشرح لكم كيف. لينا عندها قدرات نفسية غير مفسرة، مثل تحس بالخطر قبل ما يصير، اختبئ بسرعة، وتتواصل مع جدها عن بعد، تحدث إلينا، تتكلم في نوم، وتفهم الطبيعة والمكان أكثر من أي شخص ثاني. وفوق هذا تتكلم مع الطيور. أحلمتك، صباح الخير. يعني لينا هي الشخص الوحيد اللي فاهمة وحاسة أنه في شيء غلط قاعد يصير وأن الزمن قاعد يعيد نفسه، لكنها ما تقدر تكسر الشيء هذا ولا بيدها تسوي حاجة. باختصار، عدنان هو النقطة اللي يبدأ فيها الزمن، ولينا هي الوعي اللي قاعدة تحاول أنها تكسر الحلقة هذه، لكنهم كل مرة يرجعون لنقطة البداية بسبب خلل في الزمكان في سنة 2008. مو كل كرتون نهايته سعيدة، بعضها نهايتها تكون بداية فخ، وعدنان عايش فيها للأبد. والحين نجي للكرتون الثاني اللي هو صاحب الظل الطويل. يا صاحب الظل الطويل. طبعا هو كرتون أمي المفضل، فأمي أنا مرة آسف إذا أنت متابعين هذا المقطع. كرتون كنا نحس به حب، دعم ونجاح، ولكن في الواقع هذه أكثر قصة لتحكم نفسي وتلاعب عاطفي أنا شفتها في حياتي. باختصار، جودي أبوت هي بنت يتيمة وصغيرة وما عندها أحد، عايشة في ملجأ وتنتظر أي يد تجي وتسحبها من حياتها القاسية. وفجأة يجي رجل غامض ويتكفل بتعليمها ودراستها وكل مستقبلها، وتسميه صاحب الظل الطويل. ما يوريها وجهه، ما تكلمت معاه، ما تعرف عنه أي شيء، بس يشترط عليها شرط واحد: كل أسبوع لازم تكتب له رسالة تحكي له فيها عن كل تفاصيل يومها وحياتها. مين قابلت، ايش حست، ايش قالوا لها، ايش تفكر فيه، ايش احلامها، كل شيء. وهو ما يرد، بس يقرأ كل شيء بصمت وبدون رد. ماذا سأكتب؟ الشخص الوحيد الذي أعرفه هو صاحب الظل الطويل. وهنا نجي للتحكم النفسي الخفي. ليه ما يرد عليه؟ وليش لازم تعلمه عن كل تفاصيل حياته؟ أفهم أنني لن أتلقى أي إجابة منك. وليش دائما موجود ولكن من بعيد؟ الإجابة مو بسيطة لكنها جدا واضحة. النظرية تقول بأن صاحب الظل الطويل ما كان يتبناها، بل كان يبرمجها. خلونا ناخذ الموضوع حبة حبة. هو اللي قرر إيش تدرس، بأي مدرسة تدرس، إيش الجو اللي لازم تعيشه، مين تصادق ومين اللي لازم تبتعد عنه، حتى طريقة تفكيرها هو اللي يرسمها له. كل رسالة كانت ترسلها له كأنها قاعدة تعطيه مفاتيح لعقله، وهو ما يعطيها شيء. ومع أنك الوحيد القريب لي والذي أستطيع أن أعبر أمامه عن مشاعري. ما في توازن، لكن فيه
سيطرة. تخيل معي عزيزي المشاهد أن شخص يعرف كل شيء عنك، مشاعرك، مخاوفك، أحلامك، أسرارك، يعرفك بالكامل وأنت ما تعرف عنه ولا شيء. هذا ما يسمى دعم، بل يسمى تحكم كامل من خلف الكواليس. هل قد سمعتوا عن تجربة الطفل المراقب؟ في علم النفس في تجربة معروفة ومخيفة جدا اسمها تجربة الطفل المراقب. بكل اختصار ياخذون طفل ويحطونه في بيئة وهمية، يخلونه يكتب، يتكلم، يعبر بدون ما أي أحد يرد عليه أو يتدخل، ولكن يراقبونه، يسجلون كل سلوكيات ويراقبون تحول. وبعد فترة يبدأ الطفل يتحول تلقائيا إلى كائن مطيع، ويحاول أنه يرضي الطرف الثاني بأي طريقة حتى لو ما كان يعرف مين هو. والأسوأ من كذا هو أن الطفل يبدأ يشك في نفسه ويفكر بأن الناس عشان ترضى عنه لازم أنه يسوي الشيء الصح والشيء المكتوب، أو أنه يتصرف بالشكل المطلوب. فشوي شوي يبدأ يتحول لنسخة مبرمجة من غير ما يدري. أما جودي هي كانت الطفل هذا، كانت حرفيا تعيش تحت المجهر، تتكلم، تكتب، تحلم، وهو اللي يسويه إنه يراقب. وكل ما كانت تفكر أصلا أنها حرة كانت قاعدة تتكون على مزاج صاحب الظل الطويل. والطالبات اللاتي فشلن في الامتحان سيقدمنه مرة أخرى. أرجوك أن تسامحني. وفي النهاية تروح عند صاحب الظل الطويل وتشوفه، وأكيد يتزوجها. نهاية سعيدة. سأكتب لك عن الأخبار الرائعة والمفاجئة. بعد أن تعافى جيفريز تزوجت منه. والحين نجي لأكثر دليل اللي أنا أشوفه جدا مظلم واللي ما حد فينا لاحظ، اللي هو فرق العمر بينهم، واللي يكشف لنا كل شيء. فلا تطالعونها كقصة حب، بل طالعوها من وجهة نظر ثانية. جودي عمرها 17 سنة لما بدأت القصة، وفي المسلسل نعرف أن صاحب الظل الطويل عمره فوق 30 وقريب 40، يعني الفرق بينهم أكثر من 20 سنة. ولا ننسى أنها قاصر، كان يراقب عقلها وهي صغيرة، وكان يشكل ذوقها وأفكارها ونظرتها للحياة عشان لما تكبر يتزوجها وتكون زي الخاتم في أصبع. تم زفافنا بشكل رائع وجميل. يعني باختصار احنا ما شفنا قصة حب، بل احنا شفنا مشروع بناء زوجة من الصفر. بنت يتيمة ما عندها دعم، ما عندها أهل، ما عندها توجيه، فيجي رجل كبير ويتكفل بكل شيء، ولكن بشروطه هو. ما نقدر نقول الكلمة بصوت عالي، ولكن اللي صار واضح. جودي كانت بنت يتيمة كل اللي تبغاه هو فرصة. غدا هو يوم مهم، إن قمت بعمل مشاكل ستعاقبين. لكن نهايتها زوجة تم صنعها على يد شخص غريب من أول حرف كتبته. النظرية الثالثة هي سالي. باختصار الكرتون يتكلم عن بنت غنية تصير خادمة بعد ما يتوفى أبوها، وتحاول أنها تظل طيبة وقوية رغم كل الظلم اللي تتعرض له. النظرية تقول بأن سالي كانت فأر تجارب، والدلائل جدا جدا قوية. خليكم معي. يا لها من طفلة ذات خيال واسع. كلنا كنا نحسب أن قصة سالي هي قصة عن طفلة يتيمة طيبة، لكن ماذا لو قلت لك أن كل شيء صار لها كان خطط له من قبل، وأن سالي ما كانت ضحية القدر، بل كانت ضحية تجربة طبقية جدا بشعة. يعني باختصار سالي كانت عبارة عن تجربة عشان يشوفون الطبقات المجتمع كيف تفكر وكيف تتصرف في حالات معينة. سالي هي بنت رجل أعمال جدا جدا غني، يتركها في مدرسة بنات في لندن ويرجع للهند. هذه مدرستك. في لحظة تجيهم رسالة مكتوب فيها أبوكي مات. شكرا لمجهودك في هذا الثلج. من فضلك هذه رسالة. ممن يا ترى؟ للآنسة سالي. وبكذا سالي تصير خادمة في نفس المدرسة اللي كانوا يعاملوها فيها معاملة الأمراء. نعم أنسى من شيء. هناك شيء يجب أن أخبرك به عن والدك. لقد مات. أنت لست بعد الآن وريثة لمناجم الماس أو غيرها. ستعملين في المطبخ اعتبارا من الغد. هيا اخرجي الآن. ولكن ما لاحظت إن في شيء غلط؟ وين الورث؟ وين محامي العائلة؟ وين الناس اللي كانت تحترم وتحب أبوها؟ كيف ما في أي جهة رسمية تدخلت لحماية بنت قاصر بعد ما مات أبوها؟ ولا حتى السفارة البريطانية تدخلت. كل شيء صار بسرعة، وكأن العالم كله قرر إنه ينسى إن سالي أصلاً بنت تاجر جداً معروف في الهند. واللي يقهر في الموضوع إن سالي ما صارت خادمة عادية وبس، لا. سالي، بعد الانتهاء من هذا ستذهبين للتسوق، سمعتي؟ حاضر كما تريد.
سالي تم إذلالها، ضربها، حبسها، تجويعها وإهانتها بأكثر من طريق. أنت لا تعترضين، أليس كذلك؟ نعم أنسة منشن. وكل هذا قاعد يصير قدام المديرة والأستاذة والطالبات. وشيء آخر، إلا أن وضعك الاجتماعي لن يتغير وأعمالك لن تقل. وخصوصا الآنسة منشن الأخيرة اللي أنا كنت أكرهها بشكل مو طبيعي، وأتوقع كلكم تكرهونها. فوق كل هذا ما حد تدخل ولا أحد أنقذها ولا الشرطة سوت ولا شيء. لكن تدرون إيش الغريب؟ إنهم كانوا دائما يراقبون ردود أفعالها. كل ما سالي تصبر المديرة تعصب أكثر، وكل ما تحاول تكون هادية العذاب يزيد أكثر. ما زلت تكذبين؟ أنا متأكدة أنك المذنبة. كأنهم يبغون يكسرونها ويشوفون متى راح تنهار. هل قد سمعتوا عن تجربة اختبار الصدمة الطبقية؟ إذا لا فخليني أشرح لكم إيش هي. في علم النفس في تجارب يسمونها اختبارات الصدمة الطبقية. يأخذون شخص ثري أو مؤثر من طبقة عالية في المجتمع وفجأة يحطونه في بيئة جدا عدوانية، ويشوفون هل مبادئه راح تظل زي ما هي ولا راح يتحول. وتخيل معي لو كان الشخص هذا هو بنت صغيرة. الحين نجي للرسالة اللي قلبت كل شيء. الرسالة اللي قالت إن أبوها مات. ما فيها ختم رسمي، ما فيها مصدر، وما فيها جثة. وبعد سنين وسنين من العذاب فجأة صديق الأب يقرر إنه يطلع من تحت الأرض. ما اسمك يا صغيرتي؟ سالي كراوي. ابنة صديقي العزيز رالف. هذا وهو ساكن جنب المدرسة ويسوي نفسه إنه قاعد يحاول يدور عليها في باريس. ومعاه ورثها اللي يقدر بمبالغ هائلة. سيد كريسفورد كان يبحث عن الآنسة سالي خلال هذه الفترة ليعطيها ثروة السيد كراوي الهائلة التي تركها، وهي نصف حقوق المناجم التي في ذمته. نعم. ويقول لك إنه كان يدور عليها في باريس وهي كانت جنبه. يا جماعة الجدار بالجدار. كلنا نعرف إن صديق أبوها كان ساكن جنب المدرسة لازق فيها. رجل بثروته يختفي كذا ولا أحد فكر إنه يتواصل مع بنته. يا إنهم كذبوا ما طلب الموضوع، أو إن أبوها بالأصل كان متواطئ بالتجربة هذه وكان يبغى يشوف هل بنته من جد إنسانة طيبة وكويسة وبتتحمل ولا لا قبل ما يعطيها الورث. واللي يثبت النظرية هذه أكثر يا جماعة إن بعد ما التجربة انتهت ونجحت سالي في الاختبار أو في التجربة هذه، صديق أبوها يروح يعطي مكافأة مالية للآنسة منشن. سيد كارمايكل. نعم، إنه صك من البنك المركزي ب100,000 جنيه. بعد ما عذبت وأهانت وداست بكرامة سالي في الأرض، وكأنه يكافئها على اللي سوته في البنت. كأن اللي صار هذا كله كان اختبار. وسالي ما كانت ضحية، بل كانت فأر تجارب. في الأخير نعرف أن سالي ما كانت فقيرة ومجبورة أنها تقعد في المدرسة وتنهان، بل كانت عبارة عن ورقة لعب في يد طبقة غنية مريضة تبي تختبر أخلاق الفقراء، وهي في أمان الله قاعدة تتابع على كرسي المشاهدة. كنا دائما نشوف سالي ونتعاطف معاها، لكن ما كنا نعرف أننا قاعدين نشوف أسوأ تجربة نفسية تمشي على قدمين. كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى المقطع عجبكم. لا تنسون تسوون لايك واشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين. اكتبوا لي في التعليقات إيش أكثر نظرية صدمتكم، وشجعونا عشان نرجع بقوة وننزل زيادة. وأهم حاجة لا تنسون تشتركون في قناة الجيمنج عشان سلسلة نظرية لعبة راح تنزل على هناك، وتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي لأني أنزل فيها نظريات مرة كثير. كان معك فريد شهراني من قناة فريد XCX. Peace out.